ولو عجبك الفيديو لايك. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم سلطه فواكه سهله وبسيطه وببقيه الفاكهه اللي فاضله عندي. انا هنا عندي جوافين وتفاحيه ومانجايه. هروح اعمل المانجايه عصير، هضربها في الخلاط وهخلي السكر قليل وهخليها خفيفه شويه، وبعدين ارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. هنا عملت عصير خفيف وسكره قليل، وقطعت قطع مانجا، وهننضف بقى الجوافه كده، القلب بتاعها ده مش عايزينه خالص، وهي هنقطعها قطع هنا كده، دي هننضفها. طبعا هي يعني سلطه الفواكه دي بتحب الموز، لو فيها موز يبقى شويه تبقى احلى. وطبعا هي على حسب بقى الفاكهه اللي موجوده عندك زي ما انت عايزه يعني، او انت تشتري لها اساسا فاكهه مخصوص يعني علشان تعمليها. هي طبعا مغذيه جدا وبتبقى جميله جدا جدا كمان. التفاحه هنا بقى عندي اهو الفاكهه اللي احنا هنقطعها. هنقطعها كده قطع، طبعا لما بتبقى صغيره يبقى احسن يعني. انا عايزه اوريكم الفكره بس، انتوا بقى تقدروا تنوعوا بقى في الفاكهه، وتقدروا تعملوا بقى اللي انتوا عايزينه وتقدموها بشكل مختلف. انا هوريكم هنقدموها بطريقتين، هنقدموها في طبق ونقدموها في كوبايه زي دي كده. هنا انا عندي جوافه هنا اهي في كوبايه العصير. هنا هنحطه هنا شويه عصير، هنا هنحطه شوية جوافة، شوية تفاح، وشوية مانجا برضه مقطعة، مانجا قطعة هنا. وهنا هنغطيها كده بتتقدم بالطريقه دي. وهنا بقى هنكمل هنا في الطبق، نحط برضو قطع مانجا، ونحط بقى التفاح على الجوافه اللي انا مقطعه. طبعا لو عليها موز يبقى جميل جدا. على حسب الفاكهه اللي موجوده عندك اهو. بصي كده انا مقدماها بالشكل ده. احنا كده خلصنا. ممكن بفاكهه قليله عندك تتفضل تعملي احلى طبق سلطه فواكه، تقدميها بالطريقه ديت، او ممكن تقدميها من غير عصير لو عايزه، او ممكن تعملي الجوافه هي العصير